احنا كنا بمدينة الصدر بالثورة وعندنا مستمسكات عراقية يعني 57 و 47 و 34. المرحوم الوالد كان رئيس حراس بالزيوت النباتية، فتأخر تسفيرنا إلى شهر الخامس. وأخوي الشهيد عبد الأمير كان جندي في قاعدة تدريب قوة جوية باتش 3 من سنة 77. فتسفيرنا صار 17 أو 18/5، لأن 19/5 كان امتحان نهائي، كنت رابع عام. ف 18 17/5 أنا كنت بالقناة الظهر داخل. جيت للبيت، بيت حياة عادية، تغديت ونمت، ندق الباب. هاي الدقة اللي لحد الآن بإذني، اللي احنا نسميها جماعتنا الكراد فيليز دقة بعثية. فتحت الباب، 3 من قوات الأمن وبيدهم ورقة واستمارة. احنا دربونتنا وزقاقنا 9 بيوت، 7 كراد فيلية كانوا. فشفت الأسماء، بها أسماء 4 عوائل: محمد حسن الله يرحمه جيراننا، ومحمد حسين أبويا، وعبد علي وأبو جبار. 4 بيوت دعونا المركز النصر، أعتقد يم جامع الرضوي مدينة الصدر. ساعة كان ب3، قال فالساعة تسلمون نفسكم. وبدت المأساة، 4 بيوت والناس ملتمة، هذا يطب ياخذ هذا وذاك يعني ما تقدر شو تسوي. رايح الى مجهول، واني محضر امتحان نهائي عندي. انا كان عمري 18 سنه يعني، كنت باكر عندي امتحان نهائي اصيح. هذا يقول لي حضر نفسك، اقول له باكر بالامتحان، يقول لك بابا يا امتحان انتم راح يسفروكم.